انت صانع محتوى او مونتير او جرافيك ديزاينر وبتدور على لاب يكون بمواصفات جبارة، فده الجزء التاني من افضل لابات من 10,000 جنيه ولغاية 70,000 جنيه. اللابات اللي هنتكلم عليها النهاردة بتبتدي من 40,000 لغاية 70,000 جنيه. أول لاب من اللي هنتكلم عليه النهاردة هو ال MSI Zen 15. اللاب ده بيجي بمعالج الرايزن 7 7735 مع كارت انفيديا RTX 4060 8 جيجا مع رامات 16 جيجا DDR5 مع هارد 512 جيجا SSD. الشاشة 15.6 إنش فول اتش دي بمعدل تحديث 144 هرتز IPS. اللاب ده هو موجه للجيمرز وكمان صناع المحتوى، وده أحسن لاب في فئة 40,000 جنيه. طيب سعر اللاب ده كام؟ سعر اللاب ده من سيجما عاملين خصم عليه، سعره 45,600 جنيه بدل 50,000 جنيه، فالحق العرض دلوقتي من سيجما. خلينا بقى نتكلم عن اللاب ده شوية. المعالج اللي في اللاب ده معالج جبار لأي حاجة انت هتعملها، ونفس الكلام الكارت ده كارت قوي لأي حاجة انت عايز تعملها عليه. واللاب ده انا بوجهه لفئة الفيديو اديتورز اللي هم صناع المحتوى وكمان الجرافيك ديزاين في فئة 40,000 جنيه. خلينا بقى نعلى بالميزانية شوية لفئة 50,000 جنيه. اللاب الموجود وهو الأسوس TUF Gaming A14. اللاب ده لاب جبار بقى. ليه؟ هو زي ال MSI Zen 15 بس الفرق هنا المعالج بالرايزن 7 8845H بيجي بكارت برضو RTX 4060 8 جيجا بايت مع رامات 16 جيجا و512 جيجا SSD. بس للأسف الشاشة هنا صغيرة، ده عيب الوحيد، لأنها 14 إنش 165 هرتز. فاللاب ده هو لاب قوي جدا، بس عيبه ده بقى عيب من اسوس اللي هو الشاشة. اللاب ده برضو انصحك بيه لو انت مش الشاشة مش مهمة معاك قوي واللي يهمك المواصفات. سعر اللاب ده 57,000 جنيه. نعلى بقى بالميزانية شوية. هنا بقى اللاب ده جبار حرفيا، كل حاجة فيه جبارة. المعالج رايزن 7 AI 350 مع كارت RTX 5060 اللي هو كارت جبار في الجيمنج وفي المونتاج وفي أي حاجة، مع 16 جيجا DDR5 و1 تيرا جيم 4 SSD. وهنا بقى الشاشة 16 إنش IPS 2K بمعدل تحديث 165 هرتز. اللاب ده لاب جبار في فئة 60,000 جنيه، وده أحسن لاب في الفئة دي. ليه؟ لأنه بيجي بمعالج هاي إند جبار قوي جدا من AMD، مع هنا كارت 5060 برضه كارت قوي جدا مع هارد 1 تيرا جيل 4 SSD ورامات 16 جيجا. يعني الهارد طلقة، الرامات برضه بسرعة 5600 ميجا هرتز، يعني الرامات برضه سريعة. وشاشة 2K 16 إنش 145 هرتز معدل تحديث 100% sRGB. اللاب ده أنا شايف إنه أقوى لاب في الفيديو بتاع النهاردة في فئة 60,000، وكمان في لابات في فئة 70,000
اللاب ده يحط عليها وبجدارة. نعلى بقى بالميزانية شوية، في 70,000 جنيه. اللاب ده جبار لأن أنت مش هتحتاج أعلى من كده. ده بقى ب MSI كروس هير 16. بيجي بمعالج انتل كور الترا 7 255 اتش، مع كارت انفيديا RTX 5060 و16 جيجا رام DDR5 و1 تيرا NVMe جين 4 و16 انش في الشاشة و2K و240 هرتز IPS. انت محتاج ايه اعلى من كده؟ طيب، في نهاية الفيديو ده معمول للطلاب، والفيديو ده معمول لصناع المحتوى والفيديو اديتورز. لو انت عايز فيديو يكون للطلاب بأسعار حنينة شوية، يبقى تروح للفيديو اللي فات. بس كده، اشكر اي حد وصل لغاية هنا، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان الفيديو ينتشر. وسلام.